يا جدعان انا مش عايز، انا عايز افهم دلوقتي، هو محمد هاني ده ماسك زله على الشعب المصري كله مثلا؟ ماسك زله على، طب النادي الاهلي وعشان هو بيلعب بالواسطه في النادي الاهلي، وانا بقولها بصراحه هو بيلعب بالواسطه، ليه ناس في الاداره. طب منتخب مصر انا عايز اسال سؤال منطقي، يعني الجون التاني اتلعبت من في ظهر محمد هاني، لا بيغطي اللاعب كويس واللعيبه كلها بتعدي منه، اي جناح في الدنيا. ماتش اوزبكستان اجنحه يعني مش معروفه في العالم، مش معروفه، ما نعرفش اوزبكستان فيهم لاعب واحد بس، ما نعرفش الا خوسانوف، هو ده اللي نعرفه. اللعيبه بتعدي من محمد علي زي السلام عليكم، زي الحلاوه كده. ايه بقى يعني، ايه المنطق في ده؟ طب الكارثه بقى لما بيلعب هجوم يطلع لقدام، مروان عطية في اخر الماتش بيلعب له كرة عرضية، المفروض يطلع ويلعبها براسه مثلا، يعرضها او باي حاجة، يعمل اي حاجة. طيب لا، ده بيوطلها عشان تمشي الكرة تعدي من فوق منه، وفي الاخر تطلع ضربة مرمى. ايه العته ده؟ ايه اللعيبة دي اللي بتاخد ملايين اونطة في اونطة؟ حرام والله العظيم ان دي لعيبة تلعب في منتخب مصر.